وتشتغل تساعدها، بس نيسان بترفض وبتقولها تهتم بدراستها وما تشغلش بالها بالفلوس. في اليوم اللي بعده نيسان بتفتح تليفونها وتتفاجئ ان في فيديو ليها وهي بتغني الليلة اللي فاتت، والفيديو ده منتشر جدا على السوشيال ميديا والناس كلها بتتكلم عنه. فرحتها ما بتتوصفش، كانت مبسوطة جدا ان اخيرا صوتها وصل للناس. لكن الفرحة ما بتكملش، بيجي لها اتصال من الجامعة، وهناك بتتصدم لما تعرف ان مصاريف الجامعة لسه ما اتدفعتش. بتسأل اختها عفراء بغضب: ازاي يا عفراء؟ مش انا اديتك الفلوس؟ عفراء ترد بحزن وتقولها انها اشترت لبس جديد لان هدومها القديمة مبهدلة ومكسوفة تروح الجامعة بيها. نيسان بتحضنها وبتحاول تطمنها وتقولها ما تزعلش وانها هتتصرف وتدفع المصاريف بنفسها. في الناحية تانية بنشوف اشرف وجدال وفاروق ومسلم بيجهزوا نفسهم وبينزلوا يفطروا. هناك بتستقبلهم حفيظة اللي دايما بتخدمهم وبتجهز لهم الاكل. بعد ما يخلصوا فطار بيركبوا عربياتهم وبيتحركوا لمكان بعيد بره المدينة. في الطريق مسلم بيقتل واحد من السواقين اللي معاهم بعد ما يكتشفوا انه خاين، وبيبلغ الشرطة عن تحركاتهم، وبعدها بيكملوا